السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن 25 ميزة في الايفون مخفية او كده تريكات في الايفون محدش يعرفها غير لما يكون محترف كده. تعالى اوريهم لك عشان تعرف تستخدم الايفون بطريقة اسهل واذكى. يلا بينا. طيب يا اصحابي، النهارده هنتكلم عن المزايا بتاع 25 ميزة اوريهم لك. ولو الفيديو ده عجبكم هنزل عن مزايا اكتر او تريكات في الايفون محدش يعرفها. ننزل باول ميزه ونشوف ايه الجديد. اول حاجه عندنا من المزايا اللي محدش يعرفها كتير في استخدام الايفون، ان انت لو عملت مثلا سكرين شوت ومسكناه كده دوسه مطوله هتلاقيه بيتساب في ايدك كده. مثلا دخلنا على الواتساب ممكن نسحبه على طول ونبعته على طول. مثلا انا لو دخلت على موقع ودخلنا على صفحات كتير وعايز ارجع بطريقه معينه، نشوف كده الطريقه. مثلا لو دخلت هنا، لو دوسنا دوسه طوالة على الرجوع هتلاقي ظهر لنا البيجز اللي كانت قبل الصفحه دي. مثلا انا كنت على الصفحه دي فهو هيدخلنا على الصفحه اللي قبل اللي فاتت بطريقه منظمه اكتر وموضحه اكتر. تمام. نفس الكلام لو دخلنا على السيتنج مثلا ودخلنا على كذا خيار، مثلا كده كده كده، لو دوسنا دوسه مطوله هتلاقيه ظهر لك 3 اختيارات: ترجع باك ولا السيتنج ولا الصفحه اللي قبليها. فانا هرجع للسيتنج على طول. دي من الطرق برضو المفيده في الايفون. طيب بالنسبه اللي احنا بنسكرول بطريقه عاديه، مثلا انت بتنزل كده لو صفحه طويله، مثلا عندك هنا في شريط البار ده لو دوست عليه دوسه هولد هتلاقيه زي ما احنا ظهر عندنا كده، وتقدر تسكرول بطريقه اسرع. في نفس الوقت لو عايزين نرجع مش هنطلع كده، لا بندوس على الساعه او الواي فاي هتلاقيه طلعنا لاعلى البيج. نفس الكلام لو في محادثات الواتساب، لو دوسنا كده هتلاقيه بيطلعنا على محادثات فوق على طول. لو فضلنا ندوس لغايه ما يطلع فوق. برضو عندنا في تطبيق الصور، مثلا لو نزلنا كده هنلاقي الشريط ده ظاهر على الجنب اهو، نقدر نسحب بيه ونطلع لغايه اعلى صوره بطريقه اسرع بكتير. في نفس الوقت برضو نقدر ندوس على الساعه يطلعنا على اول صوره فوق خالص. تمام. مثلا انا لو كتبت حاجه زي ازيك، عامل ايه، ايه، وكتبت مثلا، رحت ماسح عملت كده سيلكت، راح ممسوح مني بالغلط. لو مسكت التليفون كده وعملت هزه يمين وشمال هيظهر لنا اون التراجع، يعني هندوس تراجع هيظهر لنا الكلمه تاني. لو عملنا تاني هيعمل للي قبلها، هتلاقيه ظهر لك اللي قبلها وكده. تمام. دي من المزايا الجميله في او مخفيه في الايفون. طيب من المزايا الجميله في الايفون برضو اللي محدش يعرفها كتير، ان انت تقدر تعمل كوبي للصوره بطريقه جميله جدا او للتكست بطريقه مختصره. مثلا لو عملنا كده وفتحنا الصوره وعملنا صوابعنا الثلاثه كده هتلاقيه عمل لنا كوبي فوق زي ما احنا شايفين. لو دخلنا مثلا على الواتساب ودوسنا هنا وعملنا كده هتلاقيه عمل بيست. نفس الكلام في التكست، لو كتبنا اي حاجه مثلا وعملنا سيلكت اول وعملنا كده هتلاقي خدها كوبي، ورحنا على النص مثلا وعملنا كده هيحطها بيست زي ما احنا شايفين. دي ميزه جميله جدا ومحدش يعرفها تقريبا خالص. في ميزه كمان يعني حلوه، لو دخلنا مثلا على تطبيق نوتس وعايزين نحدد نص، لو دوسنا هنا على الكيبورد هتلاقيه عامل زي الماوس بتقدر لو دوسنا تكه هتبدا تحدد على الكلمه اللي انت عايزها وتنزل كده لغايه ما تحدد على كله. تمام. دي طريقه برضو حلوه. برضو لو عايز تحدد النص بطريقه مختصره اكتر، ان انت تدوس تكتين على الكلمه هيحدد لك الكلمه اللي انت دوست عليها، او 3 تكات هيحدد لك النص كله او السطر كله. 3 تكات يحدد لك النص كله، تكتين يحدد لك على الكلمه بس. تمام. وبرضو من الاختصارات اللي موجوده هنا ان انت تقدر تكتب بالكيبورد بطريقه مختلفه. مثلا انا عايز اكتب ازيك بفضل اعمل هولد، اتكتبت ازيك زي ما احنا شايفين. هنعملها بس تايتل زي ما احنا شايفين اهو. مثلا اكتب عامل ايه، ما فيهاش اخطاء تقريبا في الانجليزي والعربي. نفس الكلام هاي هيتكتب هاي وكده. اي ام احمد فروم
طبعا الاخطاء ممكن تحصل from iTech تمام. هي ميزه جميله برضو في الكتابه، واللي متعود عليها هيحس ان هي افضل من التايبنج نفسه. تمام. برضو هنيجي لميزه جميله برضو لو دخلنا ومثلا في الرسم، انت مثلا عايز ترسم دايره، لو عملنا دايره كده هتلاقيها شكلها متلخبط. طيب لو عملنا نفس الدايره وعايزينها تبقى دايره مظبوطه، مثلا لو عملنا دايره كده وفضلنا هولد كده او ثابتين وسيبنا ايدينا، هتلاقيه رسم لك الدايره مظبوطه ما فيهاش خلط. نفس الكلام لو نجمه، لو فضلنا هولد كده هتلاقي عمل لك نجمه. مربع فضلنا هولد هتلاقي عمل لك مربع. عملنا سهم كده فضلنا هولد سهم هتلاقي عمل لك سهم. برضو نقدر نستخدمها في تطبيق الصور. لو دخلنا هنا، دخلنا على اي صوره مثلا وعملنا ايديت من هنا واخترنا القلم ده وعملنا مثلا دايره وثبتنا، هتتحول لدايره. عملنا سهم، السهم ده برضو بايظ بس يعني والله عملنا سهم كده مثلا. هو عشان التليفون انا مش ماسكه كويس، بس يعني هو طريقه جميله وصراحه. المهم برضو ميزه جميله في السيرش، لو عايز تعمل عمليه حسابيه بسرعه 2 مثلا ونقول بلس 2 هتلاقي بيقول لك بيساوي 4. طيب ايه الميزه اللي بعد كده؟ عندنا ميزه كمان محدش يعرفها برضو، ازاي يعمل صور بيرست اللي هي بتاع 40 صوره مثلا في بتاع 20 صوره او 10 صور في الثانيه. نخش على السيتنج او الاعدادات، ننزل تحت نخش على تطبيق الكاميرا، نلاقي حاجه اسمها use volume up for burst، استخدام الصوت زرار الصوت العلوي يعني عشان نستخدم الميزه دي. ندوس كده مثلا لو فتحنا الكاميرا وعملنا الكاميرا الاماميه مثلا وفضلنا دايسين، هيصور لنا بتاع زي ما احنا شايفين كده 20 40 صوره. الميزه اللي بعد كده ايه؟ في التايمر، مثلا لو انا مشغل اغنيه معينه او مشغل الموبايل وعايزه يفصل بعد وقت محدد، مثلا انا مشغل الاغنيه دي ودوست بلاي، فعايزه تفصل بعد وقت محدد، هنخش على التايمر ونحدد وقت معين، سواء ساعه ساعتين دقيقتين 5 ثواني كده. بنختار وننزل تحت هنا هنلاقي حاجه وين تايمر اند، بنختار ان يقف التشغيل. ندوس هنا وندوس ست وندوس ستارت. بعد 5 ثواني التليفون هيقفل ويوقف كل حاجه انت بتستعملها زي ما احنا شايفين قدامنا اهو، وقف كل حاجه. دي ميزه جميله برضو لو عايز تظبط وقت معين التليفون يقفل. طيب ايه تاني؟ عندنا ميزه شهيره جدا وجميله ونادر برضو اللي يعرفها. نخش على سيتنج مثلا وندوس اكسسبيليتي، ننزل تحت ندوس تاتش او اللمس وندوس باك تاب. لو دبل تاب هنختار، لو خبطنا خبطتين يفتح مثلا فلاش، فمثلا لو ماسكين الموبايل وعملنا خبطتين من ورا هتلاقي الفلاش قاد، خبطتين تاني الفلاش يقف. نفس الكلام في 3 خبطات، مثلا لو 3 خبطات نخليه يعمل سكرين شوت، 3 خبطات زي كده 1 2 3 عمل سكرين شوت، وخبطتين ادي الفلاش، 3 خبطات سكرين شوت، خبطتين ادي الفلاش. ايه اللي بعد كده؟ ان انا اقدر اعمل فايبريشن على حسب نغمه الرنين اللي انا عايزها. مثلا لو دخلنا على السيتنجز ورحنا على ساوند اند هيبتكس اللي هي نغمه الرنين يعني، واخترنا رينج تون معينه ودوسنا هنا عند الهابتكس، هو بيدينا اختيارات ان التليفون يعمل فايبريشن معين في السيستم. ممكن انا اعمل كرييت للفايبريشن اللي انا مثلا لو الاغنيه مثلا او عايز الموبايل يعمل معاه النغمه يعمل فايبريشن معاه، وانا يعني عايزها فايبريشن معين، مثلا كل دوسه كده فايبريشن، لو سبت ايدي فايبريشن فصل، فايبريشن اشتغل، فهو هيشتغل على المنوال ده. لو او ممكن تعمل كده فاحنا نعمل بلاي هتلاقي فايبريشن وقف، وتقدر ستوب تعمل له سيف وتسميه مثلا اي حاجه وتختاره على نغمه الرنين، مثلا لو هي دي هتلاقي الفايبريشن شغال على نفس مع النغمه دي. لو عايز تعمل الديفولت بتاعها تعمل ديفولت وهيشتغل على كل فايبريشن على حسب النغمه بتاعتها. دي برضو ميزه ما حدش يعرفها كتير، برضو قلت اوضحها لكم. ايه الميزه اللي بعد كده؟ ان انا لو عايز اخد سكرين شوت لصفحه كامله، مثلا لو فاتحين السفاري
ودخلنا مثلا على موقع ابل وعملت سكرين شوت، انا عايز البيج كلها، فلو هنلاقي هنا خيار اسمه فول بيج او الصفحه كامله، هنختاره هتلاقيه عارض لك الصفحه كلها من اولها لاخرها زي ما احنا شايفين. تمام. ايه الميزه اللي بعد كده؟ ان انا اقدر اعمل اسكان للتكست في اي صوره. مثلا لو دخلنا على الصوره دي او اي صوره عليها كلام، مثلا لو الصوره دي فيها كلام، لو ضغطنا دوسه مطوله تلاقيه حدد على الكلمه عادي، تقدر تاخدها كوبي وتحطها بيست في اي حته زي ما احنا شايفين، ونفس الكلام في الفيديو. الميزه اللي بعد كده برضو ان انت لو عندك سكان او دوكيومنت، لو عندك مثلا مستند عايز تصوره بطريقه بدل البرامج اللي على اب ستور والكلام ده كله، لو دخلنا على تطبيق النوت ودوسنا هنا هتلاقي في حاجه اسمها سكان دوكيومنت، هنختارها. هيقول لك دلوقتي حدد الدوكيومنت. مثلا احنا هنعمل تجديد على اي ورقه، مثلا زي كده، هجيب اي ورقه، مثلا ورقه زي كده، ولو جربنا هتلاقيه بيحدد زي ما احنا شايفين عليه، وهياخد سكرين دي، وبكده زي ما احنا شايفين بقى عندنا سكان ليها، تقدر تحفظها PDF. دوس هنا سيف فايلز، ممكن تعمل لها سيف وهي كده هتسيف بصيغه PDF. برضو في ميزه جميله بالنسبه اللي انت تعمل سكان لتكست معينه على الكشكول وعايزه تتنقل للموبايل، مثلا لو كاتب حاجه على كشكول ومكسل تكتب اللي انت كاتبه، هو بالكاميرا يعمل سيلكت على الكلام ده ويكتبه لك على طول. تعال نجرب الحوار ده. مثلا عندنا الكلام ده كله بالانجليزي او بالعربي عادي مثلا، ودوسنا هنا على الدبوس وكتبنا واخترنا سكان تكست، هيفتح لنا الكيبورد ان هو زي ما احنا شايفين كده. مثلا الكلام اللي قدامنا ده هو دلوقتي هيعمل له زي ما احنا شايفين اهو. اول ما بنثبت بس عشان ندوس تمام، نقل لي كل الكلام اللي هنا زي ما احنا شايفين، نقله لي اهو. وطبعا لو بعدت شويه بس عشان الكاميرا هتلاقيه نقل الكلام اكتر زي ما احنا شايفين، نقل لنا الكلام كله اللي هنا بقى هنا. تمام. دي برضو من المميزات اللي محدش يعرفها. ايه كمان؟ عندنا ميزه كمان اللي انت تقدر تعمل ستيكر للواتساب او لاي حاجه عامه، تعملها ستيكر صورتك في الواتساب والكلام ده. ان احنا مثلا لو دخلنا على الفوتوز ومثلا دخلنا على اي صوره زي دي مثلا وندوس دوسه مطوله، هتلاقيه اتحولت لكده. نطلع عادي ونروح على الواتساب ونخش مثلا على اي محادثه ونعمل لها كده، هتلاقيه سند از ستيكر، هيبعت كستيكر زي ما احنا شايفين. دي ميزه برضو جميله، ويعني بنستغنى عن التطبيقات اللي هي بتاعت الستيكرز والكلام دي. هي طريقه مختصره وسريعه جدا في الايفون. ايه كمان؟ لو عندي نص معين وعايز اعمل له ترانسليت مثلا في اي صوره، مثلا ما فيش جديد دي، مثلا نوقف كده وندوس على ما فيش جديد مثلا ونحددها ونعمل سوايب كده وندوس ترانسليت، هيحددها لي بالانجليزي زي isn't there new، مفيش جديد. ده لو في اي نص تقدر تاخده سكرين وتعمل سيلكت عليها وتعمل ترانسليت للتكست او الرساله اللي عايز تعمل لها ترجمه. وبس هي دي المزايا كلها. يعني لو عجبكم الفقره دي من الفيديوهات متنساش تقول لي في كومنت ازود اكتر منها، وما تنساش تعمل اشتراك للقناه ولايك كومنت. وشكرا ليكم جدا، اشوفكم الحلقه الجايه، السلام عليكم.